السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا حلقة جديدة. حلقة جديدة مش هنتكلم فيها على عربية ولا هنتكلم فيها عن امكانيات عربية زي ما متعودين في كل حلقة. النهاردة احنا هنتكلم عن ان احنا مش ما ينفعش نشتري عربيات دلوقتي. يعني العربيات دلوقتي سعرها بقى وحش جدا. كنت في الاول تقدر مثلا ب30 او 40 الف 50 الف تشتري عربية كويسة. دلوقتي لا، انت اقل حاجة عايز 70 80 الف عشان تقدر تشتري عربية واقفة على رجلها، او تقدر تقول انها تقدر تمشيك، ويمكن اكتر من كده كمان. اسعار العربيات كلها ضربت. حتى اسعار العربيات الجديدة بقت تقريبا ضعفين. فالسوق بقى صعب جدا، والعربيات اسعارها بقت وحشة جدا. يعني مثلا دلوقتي يعني هناخد يعني نظرة كده عن العربيات اللي موجودة في السوق، والعربيات اللي منتشرة بشكل كبير وأسعارها دلوقتي بقت عاملة ازاي. يعني مثلا العربية البي واي دي دلوقتي سعرها بقى معدي 450 450 ألف. ده في خلال أقل من كام شهر ولا أقل من سنة. سعر العربية ضرب. الفيات التيبو داخلة على مليون جنيه. أسعار خرافية. العربيات اللي كانت من سنة وسنتين ب200 ألف بقت دلوقتي بمليون، وبقت ب800 و700 ونص مليون جنيه. فالعربيات بقت سعرها صعب جدا. العربيات اللي كيا سبورتاج سعرها عدى المليون ونص. فالسوق بقى كله لخبطة كده، ومش مفهوم بصراحة اللي بيحصل ده ايه سببه. والعربيات حتى يعني بقول لك العربيات المتداولة او المنتشرة بشكل كبير زي البي اي دي والفيات التيبو والعربية الشيري اريزو اللي سعرها برضو بقى وصل لل400 وال500 الف. العربيات سعرها بقى ضارب جدا. فجأة العربية ام200 بقت ب500. فانت دلوقتي مش عارف حتى العربيات المستعملة اللي كنت ممكن مثلا تشتريها ب60، دلوقتي انت اقل حاجة بتتكلم في 80 الف و90 الف. فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. و... وسعر العربيات ليه ضرب كده. العربية الستيروين السي 4 دلوقتي سعرها عدى المليون جنيه. فلا يعني في حاجة غلط بتحصل. حاجة يعني مش مفهومة قوي يعني ايه السبب في كل بس احنا بجد محتاجين يبقى في وقفة للموضوع علشان العربية دلوقتي بقت حاجة أساسية. يعني هي ما بقتش نزاهة، ولا بقت إن أنت مثلا شاريها كده علشان تريح نفسك. لا، أنت دلوقتي العربية بقت حاجة أساسية. المواصلات بقت صعبة، بقت غالية بقى يعني. العربية بقت شيء أساسي في المجتمع دلوقتي. وأنت مش قادر إن أنت توصل أو إن أنت تشتري عربية حتى إمكانياتها أقل من المتوسطة. فشاركونا آرائكم في الكومنتات. واسفين طبعا على التأخير والغيبة بس فعلا الواحد مش عارف هيطلع يتكلم عن ايه ويقول ايه للناس، واسعار ايه ان الواحد عايز يقولها. العربيات مستعملة سعرها يكون في المتناول، تكون في ايد الناس كلها. دلوقتي الاسعار مش كويسة. و انا كده يعني مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس شكرا ليكم. سلام عليكم.